احنا عايزين نقدم طلب لجوء لسفاره المانيا للعلاج للمصابين احداث بورسعيد في المانيا. تمام؟ وفي نفس الوقت نطلب طلب من السفاره بحق رعايه لمصابين الاحداث اللي هم اللي هو احنا، بدل ما احنا من الدوله ولا عارفين ناخد حقنا ولا عارفين ناخد من النص لا حاجه ولا حاجه، ده بالعكس، ده اللي ما ماتش من ضرب بالرصاص هيموت الوقت من الغلا اللي احنا فيه والمعيشه والظروف الصعبه اللي احنا فيها، والباقي اهو اللي عاش ممكن برصاص في جسمه، انا واحد لسه عايش برصاص في جسمه ده وده وده، واللي لسه الحديد في رجله وكل الكلام ده، ومفيش رعايه. انتوا عندكم مشكله لو احنا عملنا الموضوع ده، لو انتم موافقين انا من بكره الصبح هعمل فاكس وابعته للسفاره بتاعت المانيا في مصر، نطلب فيه علاج المصابين بتوع احداث بورسعيد في المانيا، ونطلب حق اللجوء لالمانيا. لو انتم موافقين يا جماعه مفيش مشكله، لو انتم معترضين اللي انتم عايزينه، احنا لما بنعمل حاجه بنرجع موافقين. لو انتم موافقين انا ممكن اوصل حد بالفاكس وابعته على السفاره على طول. على اي اساس موافق؟ واحد يتكلم ويقنع على اي اساس موافق؟ الفرق بين اللجوء السياسي وانك تتعالج. هو لك لجوء سياسي مش لجوء سياسي. هو قال لجوء علاجي ما قالش لجوء سياسي. يا جماعه هو قال لجوء علاجي وليس سياسي. هتسافر المانيا علاج وانت مش عارف تسافر مصر عشان تعالج الناس؟